السلام عليكم، واش راكم البنات؟ إن شاء الله تكونوا لاباس وبخير، إن شاء الله يعجبكم فيديو ويحفزكم، جيتكم فيديو بزاف هايل بزاف بزاف شباب، إن شاء الله يعجبكم. فيه روتين لعروس جديدة كيفاش تعقب نهارها، واش دير في نهارها كامل من عناية، من تنظيم، من وصفات. إن شاء الله يعجبكم. أول حاجة بديت لكم هنا بهذه الكيكة، كنت وجدتها نهار من قبل باش الصباح نلقاو باه نفطرو، كل نهار وبركته، كل نهار واش نحضرو، جات بزاف هايلة. إذا بغيتو الوصفة خليولي في التعاليق باش نوجدها مع بعض، نوجدوها مع بعضنا في الفيديوهات القادمة إن شاء الله. هنايا شوفوا كيفاش جات، وجدت قهوة حليب. فطرنا الصباح كما راكم تشوفوا. لازم هكا الصباح تنوضي بكري توجدي فطور هكا يكون هايل. آمم باش تفطري انتِ وراجلك، هو يسهّل يروح يخدم، ومن بعد نتيا بغيتي تولي ترقدي شوية، هذيك ل9 ل10 تنوضي وتكملي شغلك، وبغيتي ما توليش ترقدي. هنايا فطرت أنا والزوج بهذا المسكوتشو، جات بزاف خفيفة بزاف هايلة. بعد سهل الزوج راح يخدم ربي يعاونو. وهنا رُحت ن نبدا في شغلي. قبل ما نبدا في شغلي أول حاجة الصباح نبدا ندير روتيني الصباحي. آآ هاكا ندير كريم نهاري، كريم تاع الصباح، باش نرطب البشرة تاعي، وندير شوية هاكا آآ غوج ألاف يكون هاكا خفيف، يكون يرطب هاكا الشفاه كيما راكم تشوفوا بهذه الطريقة. نديرو شوية. أنا هنا درت شوية هاد البروم. هاكا بارفا تكون خفيفة، بارفا تكون صيوفي، كيما راكم تعرفوا رانا في الصيف نحبوا حاجة تكون خفيفة. درت هنايا الإكسسوارات تاوعي، أنا في الليل نحب نحيهم، الصباح نلبسهم كيما راكم تشوفوا. درت حاجة خفيفة، ومن بعد نوض لشغلي هاكا. كي تتهلاي في روحك حيعطيك هاكا راح تقدري ديري شغلك وتكوني مرتاحة، ويجيك الشغل ساهل. هنايا أول حاجة واش درت، درت أنا مسحت الغبرة. كل نهار واش نديرو لازم ننظمو رواحتينا باش نعطيو شوية لأنفسنا، نتهلاو في رواحتينا ونتهلاو في ديارنا، ونطيبو وصفات يكونوا هايلين، و ونط ونعطوا وقت لربعتينا. هنايا مسحت الغبرة كامل ورديت كل حاجة في بلاصتها كما راكم تشوفوا. كما تعرفوا في الصيف الغبرة تكون بزاف، لازم نديروا وقت نهار بنهار. واللي عندها الغبرة بزاف بزاف تمسح كل يوم، الشغل تاع كل يوم باش ما يتراكمش علينا الشغل. كما تعرفوا هكا في الصيف راهي تكون شوية الغبرة. هنايا بعد مسحت الغبرة، جوّزت على الدار كامل، رُحت درت فيها دوش خفيف، وتهليت في روحي، درت لي ماسك، درت ماسك لشعري، تهليت في روحي. وهنايا نعت لكم واش حنلبس، لبست هاد لا روب جات بزاف هايلة تاع التيجر مع حاشاكم هادي البليغة، ودرت هادوك البارفان، درت إكسسوارات كيما راكم تشوفوا. هنا بعد ما تهليت في روحي ديت وقت ريحت، والغدا كنت غديت الزوج ما يجيش يتغدى، تغديت واش كاين. ومن بعد العشية قلت نوجد العشاء. هنايا حنوجد العشاء شوية بكري باش العشية كي يجي الزوج يكون كلش واجد. هنا واش درت، حندير بيتزا، نديرها بنوعين، بيتزا بيضاء وبيتزا بصوص أحمرا. هنا نوجد العجينة نديرها في الفريجيدار تخمر، ونوجد لاصوص، والعشية برك نطيب. هنايا واش درت، درت اللي عندها الحليب دير 2 كيسان حليب، بصح هذه الكمية حتعطيكم كمية بزاف. واللي عندها ما عندهاش حليب دير 2 كيسان ما، و2 مغارف لحظة، وحليب الغبرة، مغرفة كبيرة خميرة، مغرفة سكر، نص مغرفة ملح، ونص كاس زيت. بهذه الطريقة نخلطوا كامل هذوك المكونات، ومن بعد نزيدو هنا الفرينة.
نديرو فرينة حتى تتلملنا، نتحصلوا على عجينة تكون طرية، تكونش ما تكونش تلصق في اليد وما تكونش يابسة، باش تجينا البيتزا تاعنا هايلة. أنايا هنايا وجدت العجينة كيما قُلت لكم قبل على 3 هكاك، وجدتها ودرتها في الفريجيدار وخليتها تخمر في عقلها. كيما تعرفوا العجينة تاع بيتزا كل ما تخليوها تخمر في الفريجيدار حتجيكم هايلة، تجي بزاف شابة. كيما راك تشوفوا هنا زدت الفرينة، الفرينة ما عطيتكمش المقادير، تزيدوا حتى تحصلوا على عجينة تكون طرية، كيما راكم تشوفوا بهذه الطريقة. بعد ما نلمها كامل ما نعجنهاش بزاف، نعجنها غير شوية واحد 4 دقايق، ما تحتاجش العجن كي ديروها هكا بكري وديروها في الفريجيدار تخمر راح تجيكم هايلة. أنا هنايا بعد ما عجنتها نغطيها بهذه الطريقة، نغطيها وندخلها للثلاجة. ما تقولوش بلي مش حتخمر لكم في الفريجيدار، حتخمر وتجي هايلة. ديروها بكري عطوها واحد 2 سوايع 3 سوايع حتجيكم هايلة. أنا درتها هنا وخليتها في الفرن عفوا في الثلاجة، وجيت نوجد لاصوص. هنايا عندي كاس تاع لا كريم فريش، كاس تاع حليب كيما راكم تشوفوا، هذه لا كريم فريش خاصة بالطبخ. نزيدو هنا درت توابل تابل فرماج يجي هايل، اللي ما عندهاش دير فلفل كحل وشوية ثوم هذا ما كان، شوية ملح كيما راك تشوفوا، ومغرفة تاع فرينة، ما ديروهاش مغرفة محبية بزاف هكا ما تجيش بومبي. نخلطوا كامل المكونات وندوهم فوق النار ونخلطوا حتى تبدا تعقد، ونزيدوا لها فرماج رابي، فرماج هكا طري. كل ما تكثروا الفرامج حتجيكم هايل وتجي بنينة. شوفوا هنا بعد ما طيبتها كيما راكم تشوفوا خليتها عقدت شوي ونخليها. نوجد صوص بيض الحمراء بالطماطم، هنا ما شاركتكمش صوص حمراء. بعد نوجدهم ونخليهم يطيبوا، نوجدهم على جهة ونخليهم. هنا العجينة تاعي شوفوا بعد ما خمرت قعدت في الفريجيدار، شوفوا كيف خمرت جات هايلة بهذه الطريقة. ورحت هنا نبدأ نشكل، هنا كان الحق وقت العشاء، بديت نوجد كيما راكم تشوفوا العجينة نقسموها على هنا حتعطيكم واحد 5 قرصات يكونوا ملاح، ماهوش كبار بزاف متوسطين. أنا هنايا نعطيلكم 2 قرصات كيفاه يجيو، أنا قسمتها وكي تقسموها تبداو تشكلوا ولا تشكلوا طول كيما راكم تشوفوا بهذه الطريقة. كيما راكم تشوفوا فيها جات طرية جات هايلة، إن شاء الله تجربوها، وصفة بزاف شابة وإن شاء الله تعجبكم. هكا في بداية الزواج لازم هكا نتهلاو في أزواجنا، نطيبوا حاجة مليحة، حاجة خفيفة كيما تعرفوا آآ تعرفوا دركا رانا خاصةً في وقت الصيف نحبوا نطيبوا حاجة تكون خفيفة، حاجة تاع كل يوم. كيما راكم تعرفوا هكا بيتزا لي قراطة لازم في بداية الزواج تاعك لازم تنعتي حنتي يديك كيما يقولوا الناس بكري. كل يوم حاجة جديدة، طيبي غير حاجة مليحة و طيبي حاجة مليحة وطيبي حاجة ماشي تحطيها برك، لازم تحطي في طباسة الله الله، تزينيها. ماشي غير في بداية الزواج، لازم هاكا ديما تتهلاي في كيما تتهلاي في روحك، تتهلاي في الماكلة، طيبي حاجة مليحة وتحطيها في les plats يكونوا شابين وتعطيهم وقتهم. كيما راكم تشوفوا هنايا لاصوص تاعي بعد ما العجينة تاعي بعد ما حليتها درت لها لاصوص كيما راكم تشوفوا بهذه الطريقة. اللي لحقت لهنا وشافت الفيديو وعجبها، عجبها المحتوى تاعي، آآ تشترك في القناة اللي ما اشتركتش وتخلي لي تعليق شباب كيما هي،
وإن شاء الله هذا هو أول فيديو تاعي في قناة، إن شاء الله يعجبكم، وفي الفيديوهات القادمة راح نعطيكم نصائح كيفاش تتعاملي مع الزوج، كيف واش تطيبي، كيفاش تهلاي في روحك، كيفاش تنظمي دارك، كيفاش تنظمي وقتك، إن شاء الله مع الوقت حتى نستفادوا من بعضانا. كيما راكم تشوفوا هنا درت هذيك البيتزا الأولى طيب، بعد ما درت هاذيك لاصوص بيضا درت لها الفرماج، وهذه درت 2 قرصات كل وحدة وحدة، وحدة درتها بيضا ووحدة حمرا، باش نوعو هاكا ما نديروش نوع واحدة، كيما راكم تشوفوا درت هنايا بيتزا حمرا، درت لها الفرماج من الفوق، تبغوا ديروا لها بولي، تبغوا ديروا لها فيون داشي، ديروا أنا درتها بالثوم فقط، ما نحبش أنا البيتزا هاذيك اللي تكون آآ بلا فيون داشي وما نحبهاش، نحبها هاكا بالفرامج والثوم، تجي بزاف والمايونيز، زدت لها أنا هاذيك الصوص الفرماج زدتها لها من الفوق، شوف كيفاه جات، تجي بزاف هايلة، خاصةً أنا في الحقيقة عجبتني هذه، هاذيك اللي جات بالفرماج وصوص فرماج آمم، ما نحبش أنا هذه اللي تجي هاكا تقهى بزاف، شوف كيفاه جات خفيفة، جات طرية، جات تقرمش من التحت ومن الفوق تجي طرية هايلة، هنا كنت زدت لها شوية الثوم من الفوق، وتقدموها مع عجي ولا كازوز، واللي عندها الزيتون كحل تزيد لها زيتون، أنا هنا ما كانش عندي، آآ اللي عندها تزيد هنايا زيتون، تزيد شوية معدنوس من الفوق باش تعطي لها هاكا اللون يكون باهي، كيما قلت لكم لازم تزينوا الأطباق تاعكم يجوا بزاف هايلين ويمدوا نظرة للعين قبل الفرن. هذا هو عشايا، درت عشا خفيف، بعدها رحت غسلت أماعني، وجدت ورُحت كملت تهليت في روحي كيما لازم نديرو روتين ليلي، نتهلاو في رواحتينا، هنايا بعد ما تعشينا قال لي الزوج هاي نخرجوا ندورو شوية، خرجنا، ومشينا لاكريم ورُحت هاكا لمانيج، المهم بدلنا شوية الجو. هذا هو، ونخلّيكم مع بعض المقتطفات من الخرجة، إن شاء الله يعجبكم الفيديو تاع نهار اليوم، نتلاقوا في فيديوهات أخرى إن شاء الله، إذا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لي جيم وتخلّيوا لي تعليق شباب كيما نتوما، وبارطاجيو القناة مع صحاباتكم أحباباتكم باش تكبر لمتنا. هنايا بعد ما خرجنا شوفنا الجو في الليل بزاف هايل، بزاف شباب، آآ شحال نشتي نخرج هذيك في الليل ونشوف هذيك الأضواء روعة، وهذاك البرود بزاف جو هايل، بدلنا شوية الجو، ونخليكم مع بعض المقتطفات من الخرجة تاعي، ونتلاقوا في فيديو آخر إن شاء الله، إلى اللقاء.